السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل التقييم الأسبوعي الثالث على الرياضة إن شاء الله. قبل طبعا ما نحل، لو أنت عندك الأسئلة حلها وبعدين تعالى قارن إجاباتك. لو مش عندك خد سكرين شوت وبعد كده حل الأسئلة وتعالى قارن إجاباتك. لو في سؤال مش ما فهمتوش يبقى قولي بردك في التعليقات. أول سؤال بيقول لي إذا كانت كتلة خالد 45 و75 من 100 كيلو جرام وكتلة محمود 42 و5 من 10 كيلو جرام، فما كتلة خالد ومحمود معا؟ كتلتهم هما الاتنين مع بعض، يعني أنا هجمعهم هما الاتنين مع بعض. يبقى أنا علشان أحل المسألة دي هكتب الأرقام كده تحت بعضها، أحط البوينت واكتب ادي 45 و75 من 100 واحط بوينت واكتب 42 و5 من 10. وما ننساش نحط الارقام تحت بعضها بالظبط، يعني البوينت تحت البوينت والجزء من 10 تحت الجزء من 10، علشان لما اجي اجمع والاقي الخمسة وهنا مفيش قدامها حاجة يعني كأن هحط ايه؟ صفر، واحنا بنساوي الاجزاء. 5 زائد صفر 5، 5 و7 12، 2 ومعايا الواحد، انزل البوينت زي ما هي، 1 و5 6، 6 و2 8، و4 و4 8، يبقى 88 و25 من 100 كيلو جرام. السؤال اللي بعده بيقول لي مع احمد 205 من 10 جنيه ومع محمود 66 و75 من 100 جنيه ومع عادل 88 و5 من 10 جنيه، فكم جنيها مع الثلاثة؟ عايز يعرف معاهم هما التلاتة، يبقى انا هجمعهم هما التلاتة مع بعض. يبقى انا كده بصوا هحط البوينت واحط البوينت واحط البوينت، دي 3 ارقام وادي شرطة وادي البوينت عشان يبقوا كلهم تحت بعض بالظبط. اول واحد معاه 205 من 10، التاني معاه 65 و75 من 100، التالت معاه 88 و5 من 10. تعالوا نجمع. قبل ما نجمع هنساوي الأجزاء، يعني هحط هنا صفر وحط هنا صفر، أقول صفر وخمسة هي الخمسة، وخمسة يبقى وصفر يبقى هو الخمسة. 5 و7 12، 12 ومعايا 5 يبقى 17، 7 ومعايا الواحد، 1 وصفر هو الواحد، 1 و5 يبقى 6، 6 و8 14، 4 ومعايا الواحد، 1 وصفر 1، 1 و6 7، 7 و8 15، 5 ومعايا الواحد، 1 و2 3، يبقى كده كلهم مع بعض معاهم 354 و75 من 100 جنيه. اللي بعده بيقولي مع أحمد 175 من 100 جنيه وأعطى لأخيه 24 و25 من 100 جنيه، فكم جنيها تبقت مع أحمد؟ طبعا كم جنيه تبقى باقي يبقى هو كان معاه فلوس وادى لأخوه، ادى يعني خد، يعني نقص من الفلوس اللي معاه. يبقى هنا هعملها عملية طرح، ونفس الكلام احط الأرقام تحت بعضها، يبقى أقول أدي 175 من 100 ناقص 24 و25 من 100، وهنا الأجزاء متساوية، ده عنده لحد الجزء من 100 وده برضو عنده لحد الجزء من 100. 5 ناقص 5 تديني صفر، 7 ناقص 2 هتديني 5، وأنزل البوينت. صفر ناقص 4 طبعا ما ينفعش، صفر صغير ناقص كبير ما ينفعش، ما يبقاش معايا حاجة وأقول هشيل منها 4، فهروح استلف من اللي بعده لقيته صفر برضو معهوش حاجة، أروح استلف من الواحد بقى صفر، والصفر ده هو اللي بقى 10، فالصفر ده يروح يستلف منه فده بقى 9 وده بقى 10. 10 ناقص 4 6، 9 ناقص 2 7، يبقى كده 76 و55 من 100 أو نص يعني جنيه. اللي بعده بيقول لي ما قيمة الرقم في الخمسة في العدد 3 و456 من 1000. احنا اتفقنا ان احنا بنتحرك من البوينت أو من العلامة العشرية دي، أول رقم فيها الأربعة جزء من 10 يبقى اللي بعدها جزء من 100، يبقى الخمسة في خانة الجزء من 100. هو عايز قيمة الرقم يعني بالأرقام، يبقى يقول له 5 جزء من 100 أو 5 على 100. اللي بعده بيقول لي في النموذج المقابل لون ما يمثل عملية الجمع التالية واكتب الناتج. قبل ما نبص على الجمع لازم نتأكد ان عدد الأجزاء متساوية، يعني ده عنده جزء من 10 وجزء من 100، ده عنده جزء من 10 بس، لا يبقى لازم اخليه عنده جزء من 100 فاحط مكان الجزء من 100 صفر، فدي بقت 25 من 100 زائد 70 من 100، يعني المفروض اخد من ال100 المربع المتظلل، المربعات الصغيرة المتظللة دي قدامي دي كلها 100، هظلل 25 من 100 واظلل تاني زيادة 70 من 100، فانا لما اجي اظلل كده اهو ال20
المربع الكامل الكبير ده كله كده، ده كده ب10. لحظة. هنيجي كده هنا نظلل 25/100، يعني هظلل العمود الكامل اللي عندي ده فيه 10. يعني انا لو جيت اظلل كده، عايز اظلل 25، فانا هعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى العمود كله فيه 10. طب انا عايز اظلل 25، ده كده كله 10، يبقى انا هزود 10 تانية، يبقى هزود عمود كامل كبير كده. يبقى انا كده ظللت كام؟ 20. عايزه اظلل بقى 5، يبقى دي 1 2 3 4 5. يبقى انا كده ظللت 25، يبقى دي الاولانيه. طيب التانية عايزه اظلل 70. 70 يعني هعمل 7 عمدان كامله. يبقى دي 1، دي العمود الاولاني كله، 2 3 4. يبقى كده 40، بعد كده 50، بعد كده 60، وادي 70. كل المربعات. تعالوا كده نعد. انا ظللت بقى كل ده، هو عايز ناتج الجمع، يعني عايزه اجمع بقى كل اللي انا ظللته ده على بعضه كام. انا ظللت هنا عمود ده كله، يبقى دي 10 20 30 40 50 60 70 80 90، وده مش كله، ادي 91 92 93 94 95. يبقى اللي انا ظللته كله على بعضه 95/100. طيب سؤال تاني، تعالوا نبص كده هنا، نموذج تاني اقصد. بيقول لي 5 زائد 157 جزء من 1000 بيساوي نقط. هو كده هنا مفكك العدد، خلى العدد الصحيح لوحده والأجزاء لوحدها، فأنا هركبهم على بعض. هخلي العدد الصحيح هنا والأجزاء ناحية اليمين. السؤال اللي بعده بيقول لي 1 بيساوي 85/100 زائد نقط. الواحد ده اللي يجيب واحد يعني 10/10، يجيب 10/10، يعني واحد صحيح، جاب الدرجة كاملة صحيحة. أو 100/100، يبقى ده جاب الدرجة كاملة، 100/100 درجة كاملة، واحد صحيح. طب هو بيقول لي 85/100، أزود عليها كام عشان تديني الواحد الصحيح اللي هو 100/100؟ هنا 85 فاضل لها كام عشان تبقى 100؟ فاضل لها 15، يبقى 15/100. أو إن أنا أجي على جنب أمسك ال100 أنقص منها 85. 0 ناقص 8 طبعا مش هينفع، هستلف ده بقى 0، ده 9 وده 10. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 8 1، يبقى 15/100. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 15/100 زائد 5/10 زائد نقط بيساوي 1. أول حاجة بتأكد منها إن عدد الأجزاء متساوية. ده عنده لحد الجزء من 10 بس، ده عنده جزء من 10 وجزء من 100، يبقى أحط لده 0. 15 زائد 50 هيديني كام؟ 65/100. طب ده 65/100 بيقول لي أزود عليها كام عشان تديني الواحد صحيح، واحنا اتفقنا الواحد صحيح ده يعني 100/100. يبقى ال65 فاضل لها كام عشان تديني ال100؟ يبقى فاضل لها 35/100. واللي مش عارف برضو على جنب 100 ناقص 65. هنستلف ده 0، ده 9، ده 10. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 6 3، يبقى 65/100. السؤال اللي بعده بيقول لي ما عدد الأجزاء من 100 في 3/10. أنا مش شايفة أصلا خانة الجزء من 100، وطالما الخانة مش موجودة فبحط مكانها 0، يبقى كده دي بقت اسمها كام؟ 30/100. السؤال اللي بعده بيقول لي في النموذج المقابل لون ما يمثل عملية الطرح الآتية. طبعا احنا أول حاجة بنتأكد إن عدد الأجزاء متساوي، ده عنده لحد الجزء من 100 وده عنده لحد الجزء من 100، كده تمام. تعالوا بقى نظلل. هنظلل 25. 25 يعني أنا هاجي كده أظلل عمود كامل، أدي كده 10، ودي كده 10 تاني، يبقى دي كده 20، وبعد كده 25 هقول 1 2 3 4 5. هنقص منهم، يعني هاجي بعد كده بقى امسك ال25 اللي انا ظللت دول، اشيل منهم كام؟ 13. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11 12 13. عايز اعرف هيتبقى كام. اتبقى معايا عمود كامل اهو، يبقى ده 10 ودي 1 2، يبقى 10 و2 12، يبقى اتبقى لي 12 من كام؟ من ال100 كلهم. وانا طبعا اللي عايزه اتاكد ان انا صح هطرح 5 ناقص 3 2 و2 ناقص 1 1. تعالوا نشوف النموذج الثالث اللي عندنا. بيقول لي هنا 235 جزء من 1000 بيساوي 2 من 10 زائد نقط زائد 5 من 1000. طبعا احنا هنا ملاحظين هو نزل الخمسة جزء من 1000 ونزل الاتنين جزء من 10، يبقى فاضل لي انزل التلاتة، بس التلاتة في خانة الجزء من 100 يبقى 3 جزء من 100. اللي بعده بيقول لي إذا كان طول أحمد 1.2 من 10 متر وطول خالد 150 سنتيمتر فما طول الاثنين معا بالمتر. طالما عايزني أجيب الاتنين معا يبقى أنا عرفت إن أنا هعمل عملية جمع. طب يا ميس إزاي هجمع وده متر وده سنتي؟ لا ما ينفعش، لازم أجمعهم وهما الاتنين شبه بعض، يعني يا متر ومتر يا سنتي وسنتي. هو عايزه بالمتر، يبقى أنا همسك السنتي ده وأحوله المتر. طب هحوله إزاي؟ السنتي طالما صغير يبقى هيتقسم، الصغير بيقسم كبير بيضرب. طب هيتقسم على كام؟ المتر فيه كام سنتي؟ 100، يبقى انا هقسم على 100. بصوا كده، يعني انا هقول ال150 هقسمها على 100 عشان تتحول تبقى بالمتر. الصفر هيمشي مع الصفر فبقت 15 على 10، وطالما في تحت 10 يعني انا ينفع احط البوينت بعد كام رقم؟ رقم واحد، يبقى انا هنزل ال15 والبوينت بعد رقم واحد، يبقى دي 1.5 متر. يبقى انا هجمع ال1.2 زائد ال1.5، 2 و5 7 والبوينت و1 2، يبقى هما الاتنين مع بعض طولهم 2.7 متر. اللي بعده بيقول لي يريد حسن قطع طريق طوله 80.5 كيلومتر، فإذا قطع منه 3.156 كيلومتر فما المسافة المتبقية؟ يعني هو الطريق طوله 80 كيلو، هو مشي بس منه 3 كيلو وشوية، عايز يعرف الباقي قد ايه، اللي باقي لسه هيمشي قد ايه. يبقى انا هطرح، يبقى احط كده بوينت بوينت واحط شرطة واحط بوينت عشان اكتب الارقام تحت بعضها بالظبط. 80.5 وهنا 3.156 عندي هنا جزء من 10 وهنا لحد الجزء من 1000، يبقى احط مكان الجزء من 10 والجزء من 100 والجزء من 1000 اصفار. طبعا مش هينفع اقول 0 ناقص 6، فاروح استلف من الخمسة بقت 4 والصفر بقى ده 9 وده 10. 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 5 4، 4 ناقص 1 3، 0 ناقص 3 مش هينفع، هستلف دي بقت 7 وده 10. 10 ناقص 3 7 والسبعة تنزل، يبقى هيتبقى له 77.344 كيلومتر. السؤال اللي بيبقى بعده بيقول لي ما عدد الأجزاء من 100 في 8 من 10؟ طب ما 8 من 10 أصلا ما فيهاش جزء من 100، يبقى أنا هحط لها إيه؟ صفر، يبقى كده بقت كام؟ 80 جزء من 100. اللي بعده بيقول لي في النموذج المقابل لون عملية الجمع. طبعا زي ما اتفقنا أول حاجة بنعملها إن احنا بنتأكد إن عدد الأجزاء متساوي، ده عنده جزء من 100 لحد الجزء من 100 وده لحد الجزء من 100 كده تمام. يبقى أنا هظلل 35، يعني هظلل عمود كامل كده أدي 10، عمود تاني كامل كده يبقى دي 20، عمود تالت كامل كده يبقى دي 30، وهظلل 5 1 2 3 4 5. عايزني أظلل زيادة عليهم كام؟ 12، يبقى هظلل أدي 1 كامل كده أدي 10 11 12. عايزة أجمع بقى كل اللي أنا ظللته ده، تعالى نجمع كده. أنا عندي ده كامل يبقى ده 10 20 30 وده كمان كامل 40. ده مش كامل، تعالى نعده بقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى كده 7 ومعايا 40 يبقى 47 من 100. يا رب تكونوا فهمتوا. لو في أي حاجة مش واصلة لكم تقدروا تسألوني في التعليقات وإن شاء الله هجاوب عليكم. لو عجبكم ما تنسوش تبعتوهم لاصحابكم وتعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. ولو عايزين شرح أي درس من الدروس اللي موجودة في الأسئلة دي هتلاقوها برضو على القناة عندنا. بالتوفيق ليكم جميعا، السلام عليكم.